وبعد كده عادي. امبارح النادي الاهلي اعلن ان اول صفقه ليه يوسف ايمن القادم من الدحيل، بيلعب منتخب قطر. لاعب تقريبا عنده 25 سنه، بيلعب قلب دفاع، والاهلي جايبه اعاره لمده سنه تقريبا كده علشان بطوله كاس العالم للانديه. ما علينا، يوسف ايمن مدافع كويس جدا بالذات في الكرات العرضيه، بيهدف كمان وبيعمل اسيستات. هو مدافع كويس، كورته حلوه في النادي ان شاء الله في الفتره بتاعت الاعاره. نيجي لكرسي الكلوب. قبل ما نيجي لكرسي الكلوب نوجه رسالة لبعض من جماهير النادي الأهلي أو أطفال الإنترنت: ارحموا الشناوي، ارحموا الشناوي. الراجل لسه راجع من إصابة، ما رجعش لمستواه. سيبوه يلعب ويوصل للفورمة بتاعته. بلاش بقى موضوع الشناوي كبر ومشوا الشناوي، وقفوا شوبير. الاثنين حراس محترمين جدا. الشناوي اسمه الاخطبوط الحارس الأول في مصر. الشناوي لسه ما وصلش للفورمة بتاعته، لسه راجع من إصابة ولسه بيبدأ يلعب في الماتشات ولسه يرجع في الفورمة بتاعته. بياخد له شويه وقت. بلاش الناس اللي هي بتقعد ايه: اصل طاهر دوت رجليه مش عارف ضربه شمال، اصله مش عارف بيلعب في الاهلي ليه، اصل محمد هاني بيعمل ايه. انتوا عايزين ايه من اللعيبه؟ يعني انت مثلا انت طاهر مش عاجبك وبيلعب، انت المدرب والراجل شايف ان طاهر في اداء في الملعب. هو انت عندك اللعيب ايه يقعد يرقص وهيروح يجيب جون 11 واحد في الملعب؟ في كل واحد ليه دور. يا ريت بتتكلم في فنيات، انت ما تتكلمش انت قاعد هو طاهر بيلعب ليه في الاهلي وجايبين محمد هاني ليه. يا عم انت مالكش دعوه، انت في مدرب هو المسؤول عن دوت، الراجل بيكسب بيهم. الراجل بيكسب بيهم. في ناس بتستريح والراجل بيعمل عمليه تدوير. في ناس لازم تستريح. انت مش فاهم حاجه. انت بس كل اللي انت عايزه واحد يقعد يرقص لك ويجيب لك جول. طبعا الكلام دوت في 11 لعيب، وكل لاعب بيأدي دور المدرب طلبه منه، وما دام هو بيأدي الدور دوت بيلعب. سيب اللعيبه في حالها. الماتش اللي فات كهربا له فتره ما بيلعبش، والراجل يعني لسه هيرجع لمستواه وما فيش اي مشاكل، وكسبنا الماتش خلاص. وكهربا ان شاء الله هيرجع لمستواه وما فيش اي حاجه. الراجل بقى له كتير ما بيلعبش عادي يعني. تيجي بقى الكرسي. طبعا الاعلام والصفحات اياها مصورينك ان ماتش الاهلي وبيراميدز هو ماتش القمه. انا قلت قبل كده ان ماتش الاهلي وماتش بيراميدز زيه زي اي ماتش في الدوري، ملوش دعوه بماتشات القمه. ده فريق عمره ما اخذ بطوله، وبيحاول بكل الطرق ان هو ياخد بطوله الدوري اللي هو ما سالش عليه. يعني الدوري المصري لو كان سهل كان عرف كله يعيش في الوهم والاهلي ياخد الدوري. ما علينا من القصه دي. بيراميدز قرر ان هو يعاقب النادي الاهلي ويحرمه من الجماهير بتاعته. قرر ان هو يغلي تذاكر الدرجه الثالثه، خلاها ب 200 جنيه. جماهير النادي الاهلي تسكت؟ ما سكتتش. تاني يوم كانت التذاكر خلصانه. طبعا المسؤولين في نادي بيراميدز واللي اصلا اخذوا قرار زي دوت طبعا اتصدموا من حاجه زي كده. طبعا تلاقيهم دلوقتي على اجهزه التنفس والانعاش. ما علينا من الموضوع ده. خد بقى الكرسي اللي في كلوب النادي الاهلي ضرب. جماهير النادي الاهلي عملت عظمه. النادي الاهلي يسكت؟ لا، فيهم بعظمه تانيه خالص. واي حد فكر بس ان هو يتحدى جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عقل الجميع. راح محمود الخطيب مع حفظ الألقاب طبعا بعد العرض على مجلس الاداره والموافقه، خطاب لرابطه الانديه ان هم يتواصلوا مع نادي بيراميدز ان هو يتواصل مع تذكرتي علشان النادي الاهلي يرجع قيمه التذاكر لجماهير النادي الاهلي اشتريتها. انا ده والله زي ما بقول لك كده، يعني في الخطاب اللي رايح للرابطه يقول للرابطه تواصلي مع بيراميدز عشان بيراميدز يتواصل مع تذكرتي عشان النادي الاهلي يرجع فلوس الجماهير اللي اشترت بيها التذاكر. والله زي ما بقول لك ده اللي حصل. تذاكر الدرجه الثالثه يمين كلها هترجع للاسقاطات زي ما هي. وديت العظمه اللي بيقدمها النادي الاهلي لجماهيره، اللي لاقاهم عاملين اصلا عظمه. مضمون الخطاب بيقول إن نظرا لارتفاع الأسعار اللي تم الإعلان عنها وفي ظل الظروف الراهنة والاقتصادية اللي بتمر بها البلاد، فإن النادي سوف يقوم بتسديد قيمة 7500 تذكرة الخاصة بفئة ثالثة يمين، والتي قامت جماهير النادي الأهلي خلاص يعني اشتروها، والتي قامت جماهير النادي الأهلي بشرائها، وأن يتم إعادة المبالغ لأصحابها. ويا سيدي لو في تكلفة هتحصل إن الفلوس دي ترجع لأصحابها، النادي الاهلي هيتحمل الفلوس دي كامله. ودي ضربه ايه يعني علشان ما حدش يتكلم في اي حاجه. لو في تكلفه عشان ترجع فلوس الناس اللي اشترت بيها التذاكر اللي انا هدفعهم لك، انا كمان يا عم متكفل بيها، متكفل بالتكلفه دي. ودي مش اول مره النادي الاهلي يعملها عامه، لان في 13/7 بعت خطاب لرابطه الانديه ان النادي الاهلي قرر خفض قيمه التذاكر بتاعت ماتشاته ل 50 جنيه فئة الدرجة الثالثة. فجاله رد إن المبلغ دوت مش هيجيب التكلفة بتاعت الموقع وبتاعت التذكرة وبتاعت إبراهيم وبتاعت حسين وبتاعت محسن وبتاعت إيه. راح النادي الأهلي قال لهم أنا هتحمل التكلفة كاملة.
شوفوا تكلفة التذكرة كام، هتحمل الباقي. الجمهور بتاعي يشتري التذكرة ب50 جنيه من يوم 13/7. فنصيحة لنادي بيراميدز، ما تحزقش عشان الدوري. عايز تاخد الدوري خده بنظافة، بلاش الحزق وبلاش الحاجات اللي من بره والفلوس، وبتشتري جماهير وبتعمل جماهير ووجبات، كل دوت مش هيجيب لك دوري. اجتهد علشان تاخد الدوري، بلاش النفسيات. انت بالنفسيات والاحقاد ديت عمرك ما هتاخد الدوري. لما هتبص للنادي الاهلي وعايز تعمل زي النادي الاهلي يبقى تجتهد. لما تقعد تشتري ده وتشتري ده وتعلي في سعر التذكرة عشان الجماهير ما تخشش، الجماهير ضربتك على فاك واشترت كل التذاكر، راح النادي الاهلي ما سكتش، راح ضارب كرسي في الكلوب وقدم لجماهيره اجمل هديه. شوف الفيديو اللي جاي.